باللا شيء 1-0 الآن لمنتخب فرنسا، وفي توقيت مبكر جدا يأتي هنا هذا الهدف ويتقدم المنتخب الفرنسي بنتيجة اللقاء ويعلن عن أول الأهداف لمصلحة المنتخب الفرنسي. مبكر جدا، هدف يأتي في توقيت مبكر جدا للمنتخب الفرنسي، وهذا ما تحدثت عنه قبل بداية المباراة بأن تغيير طريقة اللعب وتغيير أسلوب اللعب بالنسبة للمنتخب المغربي ممكن أن يكون حاضرا اليوم ببعض الأمور الغير معتاد عليها خلال الفترة الماضية، لكن لا زلنا في البداية ولا زالت الإمكانات واردة بحول الله، والأمنيات لا زالت في أرضية الملعب، والأمور لا زالت في الميدان. كرة في الجهات اليمنى عن طريق اللاعب أشرف حكيمي، يعيد الكرة والمحاولة الماضية تصل إلى عز الدين أوناحي، أحد أبرز الأسماء التي قدمها المنتخب المغربي في مباريات هذا المونديال، واحد أبرز الأسماء التي ظهرت من خلال منافسات بطولة كأس العالم، والرجل الذي بات مطلوبا أيضا للعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة. يبدأ من خلال مباراة اليوم أيضا أساسيا هنا في هذا اللقاء، ويتقدم بنتيجة المواجهة المنتخب الفرنسي بهدف مقابل لا شيء. 1-0 للمنتخب الفرنسي. بداية هنا من خلال شوط المباراة الأول، والأمور الحاضرة في هذا اللقاء تأتي بأول أهداف اللقاء. أيضا نشاهد أيضا أشرف داري يبدأ أساسيا في مباراة اليوم، وبالتالي نايف كيردا يبدأ مكان أشرف داري أساسيا من خلال هذا اللقاء، يعني بنفس الأسلوب الذي تحدثنا عنه في بداية المواجهة. كرة في الجانب المقابل مرتدة لمصلحة المنتخب المغربي، لا زالت مستمرة وقائمة، وابعدت في التوقيت المناسب. حكم المواجهة سيزار راموس يعلن عن استمرارية اللعب، تحولت في الجانب المقابل مرتدة لمصلحة المنتخب الفرنسي، وصلت عن طريق كيليان امبابي يبحث عن كرة، لكن ايضا تعود امبابي احد ابرز الاسماء في بطولة كأس العالم الحالية، 5 أهداف في صدارة الهدافين مناصفة مع ليونيل ميسي، ولكل واحد منهم 5 أهداف. ساهم في 7 أهداف كيليان امبابي، وهو ثاني اكثر اللاعبين مساهمة بعد